صبحكم الله بالخير. اليوم ارتكبنا أكبر خطأ في تاريخ الفلاحة في العالم، في تاريخ الفلاحين، في تاريخ مهنة المزارع، في تاريخ المزارع في العالم كله. الصدق تأخرنا والظروف كانت أقوى منا. نعتذر اعتذار شديد. أنا ما ودي أقول لكم الساعة كم الآن عشان لا تنصدمون. للأسف أن الساعة الآن 10:15 وأنا لسه توي خارج من الفندق إلى المزرعة. أبو حمزة الله يجزاه خير اللي بيستقبلنا إن شاء الله، أتوقع أنه بيطبق عقوبة شديدة علي. الله يستر من هذه العقوبة. توكلنا على الله إلى المزرعة في سيدي خيار. دعواتكم لنا يكون يوم يعني سهل علينا إن شاء الله. أنا أتوقع في أعمال شاقة من أبو حمزة تنتظرني. الله يستر ونراكم في المزرعة. أنا آسف جدا لكن التأخير خارج عن الإرادة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. وصل حمزة ما شاء الله، حمزة والبقرة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. مع البقر اليوم ما شاء الله ما شاء الله تبارك ما شاء الله ما شاء الله. هذا طعامه ها؟ هذا طعامه. الآن مو وقت الإفطار ولا الغداء؟ هذا الإفطار. الإفطار ما شاء الله. كم وجبة تاكل؟ كم وجبة؟ عندهم جوج وجبات. جوج وجبات الصباح والمساء. ما شاء الله. موجودين في المزرعة مع حمزة ما شاء الله تبارك الله، مع المزارع الفلاح حمزة. طبعا أنا اليوم يعني ممكن ما في فلاح في التاريخ سوى هذا التصرف، أنه يجي الساعة كم؟ 10:30 أنا جيت، لكن الحمد لله الحمد لله أنه لحقنا يعني على الأقل. خلصنا العمل والله ديال الصبح. إيه خلصنا. بعدين إيش في عمل ثاني؟ عاوتاني العمل اللي درنا الصباح كنعاودوه في العشية حتى ديك 3 الفوق. بعد الثالثة. بعد الثالثة. يعني الآن فترة راحة خلاص. فترة راحة. من 11 إلى من العشرة. من العشرة؟ من العشرة حتى 3. من 10 إلى 3 ما شاء الله. هذه هي طبعا المزرعة مثل ما تشوفون. شوف الخرفان هناك. كم بقرة في 2 ما شاء الله تبارك الله. هذه أحد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. نبغى نشوف الخرفان. هذه أجمل وجبة إفطار أكلتها في حياتي. استعداد للإفطار هنا. الله 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 ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك. الله 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 ما شاء الله تبارك الله. الآن نغسل ما قبل الإفطار. ما شاء الله ما شاء الله. الإفطار في قلب الطبيعة في قلب المزرعة. ودي يا حمزة تعلمهم وش المنتجات اللي من المزرعة أصلا. كل شيء من المزرعة. كل شيء. وريني. هذا هذا البيض من الدجاج. والزيتون من الزيتون. والله أسئلتي صراحة تو أركز إنها ما هي 100%. طيب غيره. وهذا ديال كوفيتير من الخوخ. من الخوخ ها ما شاء الله. وهذا الزيتون. هذا الزيتون برضو موجود عندكم من الإنتاج. وهذه ديال البقرة. أجبان من البقر. أجبان. الله يا اخواننا احنا ناكل اليوم وجبه. طيب كلها من مزرعه غيره. هذا هو مصوب غير في الدار. يسمى بسلو معروف. شو اسمه؟ سلو. هذا مسمن. هو كنصوبوه من الزرع نيت اللي وريتك ليه قبيل. من القمح. من القمح. ما شاء الله تبارك الله من القمح. هذا يا اخوان والله شيء عجيب صراحه. وهذا عاوتاني خبز هو من القمح. كلها منتجات المزرعة. هذا القمح شايفين مسوين منه الخبزة. ما شاء الله تبارك الله. الله يا اخوان الله الله ما شاء الله تبارك الله. بيض زيتون هذا من الخوخ يطلعونه. السلو الجبن من الأبقار. والخبز من القمح يسوون. هذا يا اخوان هذا اللي تشوفوني اكله الآن. هذا يا اخوان مربى. شوفوا مربى. عارفين من ايش سووها؟ بسم الله علمهم من ايش. مربى طبيعيه دي ولا طبيعيه مصوبه في الدار؟ والله مصوبه في الدار من الخوخ. من الخوخ. نعم. بس طعمها برتقال. تقدر تكون ديال الخوخ ولا كتصوبوا ديال المشماش. مشماش هذا. مشماش. عندنا شجرات اللي هي ديال المشماش. يا كنصوبوا ديال هذا ولا ديال يعني انواع المربى هنا
مشمش خوخ كلها يدويه، الوالده تسويها. الوالده يا رب يحفظها. آمين. مبدعه والدتك ما شاء الله. حتى لو لاحظتوا البيض، يعني ما حطت لنا البيض كذا طبيعي، كيف يعني قصته من النص وحطته في وسط هذه الاشياء. نعم يعني مبدعه يعني. مبدع. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. وبيض المزرعه واكل المزرعه. هل تعرف طريقه تحضيرها؟ هي تعرف كما اشوف يحتاج كيبغي يطيب مزيان مره طيبه. يحتاج يطيب بزاف. تاخذ لها وقت. اوكي يعني ممكن يخلونها هذا في الشيء اللي كنشوف انا فاش كتبغي يحفظونها لفتره طويله. آه. ما شاء الله يا اخوان، المربى طعمها ألذ من اي مربى ذقتها في حياتي. ما شاء الله تبارك الله يا اخوان، نفطر وسط اجواء تاريخيه. اللهم لك الحمد، كانت هذه اجمل وجبه افطار اكلتها في حياتي. اجمل وجبه افطار في حياتي صراحه. اجمل وجبه افطار اكلتها في حياتي كانت مع حمزه وزكريا في هذا المكان الرائع. تصدق ولا لا؟ يصدق.